بدرية طلبة ممكن تتحجب؟ الفنانة الجميلة بدرية طلبة اتسألت في إحدى اللقاءات عن موضوع الحجاب، واتسألت السؤال بشكل مباشر: هل بدرية طلبة ممكن تتحجب أو لأ؟ الحقيقة ردت رد يمكن خلى ناس كتير جدا انتقدتها مع الأسف، وشافوا إن هي شايفة موضوع الحجاب غلط بشكل خاطئ، وكان في انتقاد يعني كبير جدا وهجوم عليها كبير جدا بعد الرد اللي هي ردته. تعالوا نسمع كده ردت قالت ايه ونشوف ليه الناس هجمتها بسبب الرد ده. بدرية طلبة ممكن تتحجب؟ نفسي. بجد؟ طب وايه المانع؟ الشغل. عشان برضو ايه، محدش يقولك بصي، اصل انا ممكن، يعني ممكن ابقى يعني محتشمة، البس الشارب واقلعه في شغلي وبعد كده البسه، هتتفهمي غلط. طبعا. فاهماني؟ الحجاب له احترامه. ايوه، فما ينفعش ان انا ايه، وقت الشغل اقلعه وبعد كده ابقى محتشمة، لا مش هيفهموها. زي ما سمعتوا كده ان هي قالت الحاجة اللي كانت موقفاها عن الحجاب هو الشغل. ده الحاجة الوحيدة اللي مخليها مش قادرة تاخد قرار الحجاب. بس الحقيقة مش هو ده اللي خلى الناس تهاجمها، في حاجة معينة هي اللي خلت الناس تهاجمها في كلامها. اسمعوا كده قالت ايه وتعرفوا الناس هاجمتها ليه. طب هو انت كده، ممكن تتحجبي ويجيلك ادوار محجبه مش هتعمل لك عائق خالص. بس مش دلوقتي، لان انا لسه لحد دلوقتي اهو بعمل برضو ادوار بعيد عن الام شويه. بس انت دلوقتي بينك وبين نفسك بتدعي ربنا ان اللحظه دي تيجي. طبعا طبعا. ربنا يهديكي لطريق النور ويهديني لطريق النور والحق. ميرسي يا بنتي. الناس هاجمتها بسبب الكلام ده، ان هي قالت ان انا مش عايزه اتحجب دلوقتي. فالناس كلها قالت طب هي ضامنه ان هي تعيش قدام؟ يعني دي حاجه محدش يعرفها، الاعمار بيد الله. فمينفعش اقول ان انا هاجل الحاجه دي لقدام لان انا مضمنش عمري قدام. فدي الحاجه اللي خلت الناس فعلا تنتقدها في الجزئيه دي. هي مش انتقاد قد ما هو الناس بتحاول ان هي تذكرها ان محدش ضامن عمره، كنوع من انواع التذكره مش الهجوم ابدا. وان الواحد يحاول دايما ان هو يعني ياخد باله من الحته دي، ان هو على قد ما يقدر يعمل اعمال صالحه عشان خاطر محدش ضامن عمره. بدرية طلبة من الفنانين اللي فعلا كنا بنحبها جدا، وده اللي خلى الناس دايما بتبقى خايفة عليها ونفسها ان هي تكون شايفاها في احسن حال، لان هي من الفنانين اللي فعلا قلبهم طيب جدا على المستوى الشخصي. دايما لما بتطلع في البرامج دايما يعني الممثلين اصحابها بيتكلموا عنها بشكل جميل جدا، ودايما يقولوا ان هي بتقف جنبهم في المواقف وانها جدعة جدا. فمفيش فنان ما اتكلمش عنها بشكل كويس او ما قالش ان هي على المستوى الشخصي شخصية جدعة جدا وقلبها طيب. فده اللي خلى الناس حباها يعني على المستوى الشخصي اكتر من ان هي مجرد فنانة وخلاص، لان في فنانين كتيرة جدا ناس بتحب ادوارهم لكن هم كاشخاص ما بيحبوهمش او بيحسوا ان هم متكبرين او كده. لكن بدرية طلبة من الناس اللي فعلا الناس بتحبها جدا وبتحس ان هي طيبة قوي وفعلا من جوه كده نقية. حتى لو بتطلع في اي برنامج دايما الناس بتحب تلقائيتها في اللقاء ده، وعلى صفحتها على السوشيال ميديا تلاقينا دايما الناس بتتفاعل معاها ومع اي فيديو هي بتنزله. فدايما الناس بتحب ان هي تشوفها في احسن حال. فربنا يهديها يا رب، وربنا ان شاء الله باذن الله يهديها للحجاب ويهديها دايما حياتها تبقى احسن قدام باذن الله، ويهديها للطاعه. دي حاجه ناس كتير دايما الناس بتدعي لها ربنا يهديها يا رب دايما وتبقى في احسن حال. وده من حبهم فيها. ويمكن كمان من الحاجات اللي كانت ملفتة قوي في اخر اللقاء ان المذيعة برضو قالت ربنا كمان يهديني انا كمان ويثبتني. فدي حاجة من الحاجات الجميلة اللي الناس دايما بتحب تشوف الممثلين والمذيعين دايما اللي هم بيتكلموا عن الحجاب وعن الدين بشكل كويس. دي بتبقى حاجة حلوة جدا، ربنا يهديها.